كان الليل ساكت، ساكت لدرجة إنك تسمع صوت قلبك بيدق. المطر بينزل على الإزاز والهوا بيخبط في الشبابيك. سلمى قاعدة لوحدها على الكنبة، قدامها كوباية شاي بردت من غير ما تحس. بتبص في الموبايل، رسالة جديدة من كريم، الاسم اللي كانت بتحاول تنساه من شهور. فتحت الرسالة: لو الزمن رجعنا كنت هتختاريني تاني؟ اتنفدت ومسحت دمعة كانت على وشها من غير ما تاخد بالها. اللي بينهم خلص من زمان، أو كده كانت فاكرة. لكن الليلة دي كانت غير أي ليلة. صوت المطر، ريحة الشتاء، وريحة الماضي اللي رجعت فجأة. قامت تمشي في الشقة، كل ركن فيها بيحكي لها حكاية. على الترابيزة صورة قديمة، هي وهو كانوا بيضحكوا وكانوا لسه مصدقين إن الحب بيكسب في الآخر. ليه رجعت دلوقتي؟ قالتها وهي بتكلم نفسها، وبصت في المراية. الوش اللي قدامها بقى فيه تعب سنين، مش بس من الشغل، من الوجع. رن الموبايل، كريم بيتصل. ايدها اتجمدت، قلبها اتنفض جواها. ايدها. الموبايل بيرن. سلمى بتبص عليه، قلبها بيخبط بسرعة. بتسيب الموبايل يرن شوية كأنها بتفكر تهرب، بس في الآخر ردت: ألو؟ سلمى: أيوة يا كريم، ما كنتش متوقع إنك هتردي، وأنا كمان ما كنتش متوقع إني أسمع صوتك. سكتوا شوية، الصمت بين صوتهم كان تقيل، زي الحنين اللي بيرجع غصب. كنتي عاملة إيه؟ عادي، زي الناس، بحاول أعيش. سامحيني على كل اللي حصل، ما تعملش كده. خلاص، اللي كان كان. كريم تنهد وقال بصوت واطي: مش قادر أنسى، كل مرة بشوف الدنيا بشوفك فيها. وده يفيد بإيه دلوقتي؟ يمكن يفيدني أنا، على الأقل أعرف إنك لسه بتسمعيني. سلمى سكتت، دمعتها نزلت من غير صوت. الشتا لسه بيخبط على الزجاج، بس الموجة جواها كانت أقوى. كريم، أنت اتجوزت صح؟ لأ. ليه؟ لأني محدش كان زيك. سكتت تاني، الكلمات دي وجعتها أكتر ما فرحتها. بعد لحظة قالت: أنا محتاجة أقفل يا كريم. سلمى، لو تسمحيلي، عايزة أشوفك مرة واحدة بس، مش علشان نرجع، بس علشان أقول الكلام اللي ما اتقالش. السكوت طال، وبعدين قالت: بكرة بعد الشغل، الكافيه القديم، الساعة 7. وقفلت قبل ما تسمع رده. تاني يوم، الشمس ما طلعتش، الجو كله رمادي. سلمى لابسة بلطوها الرمادي، ماسكة شنطتها، وقلبها بيخبط من التوتر. الكافيه اللي كان شاهد على أول لقاء هيكون النهاردة شاهد على آخر مواجهة. دخلت الكافيه، نفس الريحة، نفس المكان، بس المرة دي الدنيا اتغيرت. كريم قاعد على الترابيزة اللي في الركن، شعره فيه الخصل بيضة خفيفة، بس عينيه زي ما هي. قامت تمشي ناحيته بخطوات بطيئة. ازيك؟ بخير لما بشوفك. ابتسمت ابتسامة باهتة. قولي اللي جاي تقوله يا كريم. كنت غلطان، عارفة، بس مش بس غلطت فيك، غلطت في نفسي. كنت فاكر إن الدنيا هتنسيني، بس اكتشفت إنك بقيت فيها بكل تفاصيلها. كريم، إحنا خلاص، مفيش فايدة في الكلام دلوقتي. مش بطلب نرجع سلمى، أنا بس عايزك تسامحيني علشان أقدر أعيش. الدموع كانت على وشه المرة دي، والأول مرة من سنين سلمى شافته ضعيف. سامحتك يا كريم، بس ما تفتكرش إن ده معناه إني نسيت. قامت تمشي، هو بص وراها وهي خارجة من الكافيه. نفس المشهد اللي اتكرر من سنين، بس المرة دي كان الوداع الأخير. سلمى خرجت من الكافيه والمطر نازل تاني، بس المرة دي كان مطر تقيل زي قلبها. فضلت ماشية في الشارع والهدوء حوالينها بيخوف. الناس ماشية بسرعة، العربيات صوتها عالي،
بس هي كانت حاسة إنها في فقاعة، مش سامعة غير صوت نفسها. وقفت عند الإشارة، فتحت الشنطة تطلع المفاتيح، ولقت فيها ظرف صغير، مش فاكرة إنها حطته. فتحته ولقت ورقة مكتوب عليها بخط كريم: لو حصل لي أي حاجة ارجعي للعنوان ده. الورقة فيها عنوان في المعادي القديمة، ومكتوب تحتها تاريخ النهاردة. وقفت مذهولة. هو كتب الورقة دي إمتى؟ قبل اللقاء ولا من أيام؟ الموبايل رن، رقم غريب. ألو؟ أستاذة سلمى؟ أيوة، إحنا من قسم المعادي، محتاجينك تيجي فوراً. صوتها اتبدل، ارتكبت. ليه؟ في إيه؟ بخصوص شخص اسمه كريم عبد الرحمن. الدم اتجمد في عروقها. سكتت لحظة وبعدها قالت بصوت واطي: حصل له إيه؟ ياليت تيجي بنفسك. في القسم كانت الدنيا دوشة، ضباط رايحين جايين وأوراق وصوت ناس بتسأل. دخلت وهي قلبها بيخبط كأنه هيخرج من مكانه. قابلها الضابط وقال بهدوء: حضرتك كنت تعرفي كريم عبد الرحمن؟ أيوة، في إيه؟ للأسف اتوفى من ساعتين، حادثة عربية عند الكورنيش. الكلمة دي جرحتها كأنها طلقة. لا، لا مش ممكن، أنا كنت معاه من شوية. محتاجين منك بس توقعي على محضر أقوالك، لأنه الاسم الأخير اللي كان متصل بيه هو رقمك. قعدت وإيديها بتترعش، الدموع نازلة من غير صوت. وفي اللحظة دي افتكرت الورقة، طلعتها من شنطتها بسرعة. الورقة دي كانت في شنطتي بعد ما شفته. الضابط خد الورقة وبص عليها. العنوان ده شقة قديمة في المعادي، تابعها من فترة. ممكن أروح أشوفها؟ مش لوحدك، هنبعت معاكي أمين شرطة. المشهد بعد نص ساعة. سلمى بتدخل العمارة القديمة، الريحة فيها تراب وذكريات، كل حاجة باهتة كأن الزمن وقف. العمارة ساكتة إلا من صوت خطاها. الباب رقم 7 كان هو العنوان. الضابط فتح الباب، واللي شافته جوه خلاها تتجمد مكانها. على الحيطة صور ليها، صور قديمة من أيام ما كانوا مع بعض، وصور حديثة من الشغل ومن الشارع، حتى وهي داخلة بيتها. إيه ده؟ كان شكله بيراقبك يا أستاذة سلمى من فترة؟ مستحيل، كريم مش كده. كل الصور دي متصورة بتواريخ قريبة جدا. فضلت تبص حواليها، عينيها مليانة خوف. لكن وسط الصور كان في ملف كبير مكتوب عليه: مش نهاية الحكاية. الغرفة ضلمة، قلم اللمبة الصغيرة في السقف، وسلمى واقفة قدام الملف اللي مكتوب عليه: مش نهاية الحكاية. قلبها بيخبط. مدت إيدها وفتحت الملف. أول ورقة كانت صورة مطبوعة لكريم مع راجل غريب، وفي الخلفية شعار شركة كبيرة، الشركة الدولية للتوريدات الطبية. تحت الصورة مكتوب: اللي فاكرينهم ملايكة بيبيعوا المرض. سلمى رفعت حاجبها، مش فاهمة حاجة. قلبت الورق، لقت إيصالات ومكالمات مطبوعة وتقارير مالية، كلها بتدل إن الشركة دي كانت بتتاجر في أدوية منتهية الصلاحية. وكريم كان واضح إنه كان بيجمع الأدلة ضدهم. يعني كريم كان بيتجسس عليهم؟ واضح كده يا أستاذة، الضابط قالها وهو بيقلب الورق معاها. بس ليه؟ مش عارفين، بس في نسخة من الملف ده كانت واصلة لصحفي، وده اللي مخلي الموضوع شكله مش مجرد حادث. سلمى قعدت على الكرسي، وشها شاحب. أنا كنت فاكرة إن اللي بينا خلص، وما كنتش أعرف إنه في وسط كل ده. الضابط سكت وبعدين قال: هو كان كاتب اسمك في آخر صفحة. سلمى فتحت الصفحة الأخيرة، كانت رسالة بخط إيده: لو وصلت للملف ده يبقى أنا خلاص خلصت دوري، بس في ناس مش هيسيبلوا بفحلنا. خدي بالك من نفسك، لأن اللي بدأته
لسه مخلصش. إيديها وقعت الورقة وبصت حواليها كأنها شايفة كريم في الضلمة. يعني أنا دلوقتي في خطر؟ الضابط قال بهدوء: غالباً أيوة، بس لازم نعرف كريم كان بيخبي إيه كمان. في نفس الليلة سلمى رجعت بيتها. المطر وقف، بس الريح كانت جامدة. كل صوت بيخوفها، كل ظل على الحيطة بيتهيأله إنه حد بيراقبها. دخلت أوضتها وقبل ما تقفل الباب الموبايل رن. رقم غريب تاني. ألو؟ لو بتحبي تعرفي الحقيقة خدي الملف وتعالي المكان اللي مكتوب في الصفحة الأخيرة. لو جبتي حد وراكي مش هتعرفي أي حاجة تاني. الصوت كان راجل، بس مش باين مين. الكلام اتقال بسرعة وبحدة، وبعدين الخط اتقفل. سلمى وقفت ثواني، كل حاجة جواها بتقولها ما تروحيش، بس فضولها أقوى من خوفها. الساعة بقت 1 بعد نص الليل. الشارع فاضي، وسلمى رايحة لوحدها لمكان مكتوب في آخر صفحة: مخزن رقم 3، شارع 9، المعادي. المكان كان مظلم، باب حديد قديم واللافتة باهتة. دفعت الباب والصغير صوته عالي. جوه المخزن كان في صندوق خشب كبير وعليه ورقة مكتوب فيها: افتحي بس لما تكوني لوحدك. قربت ومدت إيدها تفتح الصندوق. سلمى بتقف قدام الصندوق الخشب الكبير، إيدها بترتعش، قلبها بيدق بسرعة. في لحظة الدنيا حواليها بقت ساكتة، حتى صوت الإيح اختفى. مدت إيدها ببطء، فتحت الغطا. جوه كان في ملفات كتير، وكل ملف عليه رمز. واحد منهم مكتوب عليه C4. سحبت الملف ولقت جواه صور لمعامل ومخازن أدوية، وفي الصور نفس الراجل اللي كانت شايفاه في صورة كريم الأولى، واقف بيوقع على ورق. لكن الغريب في آخر الصورة كان في انعكاس في الإزاز، انعكاس سلمى. الصورة دي متصورة من قدام مكتبها. إيه ده؟ همست لنفسها، يعني حد كان بيصورها هي كمان، مش كريم بس اللي كان بيراقب. فجأة الباب الحديد وراها اتقفل. اتلفتت بسرعة، مفيش حد. الصوت جه من بعيد كأنه شخص بيتكلم في السماعة القديمة اللي في الحيطة: كنتي لازم توصلي لهنا يا سلمى. انت مين؟ اللي بدأ الليلة دي هو كريم، بس اللي هيكملها انت بتتكلم عن ايه؟ الحقيقة في الملف اللي معاكي، بس خدي بالك، في ناس مش عايزة الحقيقة تطلع. الصوت اتقطع والمكان كله بقى في ضلمة تامة. سلمى فتحت كشاف الموبايل، وقتها لمحت حاجة صغيرة جوه الصندوق: جهاز تسجيل قديم عليه ملصق مكتوب فيه تشغيل. ضغطت زر التشغيل. لو سمعتي الرسالة دي يبقى أنا خلاص اتأكدت إنهم هيخلصوا عليا. أنا اكتشفت إن الشركة اللي كنت بشتغل فيها بتبيع أدوية مضروبة لمستشفيات حكومية. حاولت أبلغ، بس كل مرة كانوا بيوصلوا قبلي. الناس دي عندها نفوذ وعندهم عيون في كل مكان، حتى جوه القسم. صوته كان متقطع ووش الموبايل بينور ويطفي: سلمى، لو لقيتي الملف ده سلميه لأي صحفي تثقي فيه، بس ما تروحيش القسم لأنهم معاهم هناك. ما تخافيش، أنا مش لوحدي، في حد تاني هيساعدك. الرسالة خلصت. سلمى قعدت على الأرض قلبها بيتخبط من الصدمة. مين اللي معاهم في القسم؟ ومين اللي هيساعدها؟ خرجت من المخزن وهي ماشية بخطوات سريعة، كل عربية بتعدي بتحس إنها بترقبها. وصلت البيت، وقبل ما تدخل العمارة لمحت واحد واقف في الضلمة، باين منه بس ذله. قلبها وقع. قربت خطوة والراجل نادى باسمها: سلمى، انت مين؟ أنا سامي، صاحب كريم. الشارع كان فاضي، ضلمة خفيفة من لمبة الشارع اللي بتنور وتطفي. سلمى واقفة قدام الراجل اللي بيقول إن اسمه سامي، وشه باين عليه تعب وسنين شغل وسكوت طويل. سامي؟ أيوة، أنا كنت صاحب كريم في الشغل. جاي ليه؟ وإزاي عرفت مكاني؟ هو قال لي لو حصل له حاجة دور عليكي.
تقصد إيه حصل له حاجة؟ كان عارف إنهم هيحاولوا يخلصوا منه، بس كان عنده أمل يسبقهم. سلمى وقفت ساكتة بتحاول تصدق اللي بتسمعه. الريح بدأت تعلى، صوت الورق اللي في الملف بيخبط في بعضها. سامي، هو قالك على الشركة دي؟ قال لي كل حاجة. الشركة دي مش مجرد تجارة أدوية، دي شبكة كبيرة فيها ناس من فوق قوي. وأنا أعمل إيه دلوقتي؟ تمشي ورا اللي سابهولك خطوة بخطوة. في واحد اسمه عادل، صحفي استقصائي، هو اللي كان بيتواصل مع كريم. أقدر أوصله إزاي؟ هتلاقي رقمه على ورقة في آخر الملف، بس خدي بالك أي مكالمة ممكن تتراقب. سكت لحظة وبعدين قال لها بهدوء: لو حسيتي إن حد بيتتبعك ما تروحيش البيت. بعد ما مشي سلمى فضلت واقفة مكانها دقيقة، بعدين طلعت الشقة بسرعة. الساعة كانت قربت على 3 الفجر والمطر رجع ينزل. قعدت تراجع الملف تاني، لقيت فعلا ورقة صغيرة فيها رقم مكتوب بخط كريم. رفعت الموبايل، اترددت، بس في الآخر ضغطت اتصال. صوت رجولي هادي رد: أيوة، مين معايا؟ أنا سلمى، كنت أعرف كريم عبد الرحمن. كريم؟ هو تمام؟ لا، للأسف. فهمت. انتي معاكي حاجة تخص الشغل بتاعه؟ أيوة، ملف كبير. تمام، بكرة الصبح الساعة 10 كافيه روزا في الزمالك، ما تقوليش لحد وتعالي لوحدك. الساعة 10 الصبح. الكافيه كان هادي، بس عينيها كانت بتراقب كل اللي حواليها. دخل عادل، شاب في الثلاثينات، منظره بسيط بس نظراته حادة. انتي سلمى؟ أيوة. كريم كان بيحكي عنك كتير، قال إنك الوحيدة اللي هتقدري تكملي. أكمل إيه؟ هو كان على وشك يسلم دليل كبير عن صفقة أدوية مسرطنة، بس ما قدرش. اتصدم إن في حد من جوه القسم متعاون معاهم. حد من جوه؟ أيوة، والمشكلة إن إحنا مش عارفين مين. عادل خد منها الملف وبدأ يقلب فيه بسرعة. سكت وبعدين رفع نظره ليها وقال لها: الملف ناقص حاجة. ناقص إيه؟ الفلاشة. فلاشة؟ أيوة، كريم كان بيصور اجتماعاتهم كلها، الفلاشة فيها كل الأدلة، من غيرها الملف ملوش قيمة. بصيت له بخضة: طب الفلاشة كانت فين؟ غالبا معاه في العربية قبل الحادث. رجعت سلمى البيت وهي دماغها شغالة. مين أخد الفلاشة؟ ولو فعلا كان الحادث متعمد يبقى في حد بيراقبها دلوقتي. وهي بتفتح باب الشقة سمعت صوت خفيف جاي من جوه، كأن في حد بيتحرك. قلبها وقع، مسكت المفاتيح كأنها سلاح، خطت خطوة لجوه، وفجأة حد قال من الضلمة: ما تخافيش يا سلمى، أنا مستنيكي. سلمى واقفة على باب أوضتها، صوت الراجل جاي من جوه، هادي واثق. النور مطفي وكل اللي باين ظله. انت مين؟ ما تقلقيش، انا مش جاية اذيكي. طيب مين سمحلك تدخل بيتي؟ الباب ما كانش مقفول كويس. جاوبني بوضوح، انت مين؟ الراجل قرب خطوة لقدام، النور الضعيف من الشباك بيكشف ملامحه شوية. كان هو الضابط اللي قابلها في الاسم. حضرتك؟ ايه اللي جابك هنا؟ كنت محتاج اتكلم معاكي بعيد عن الاسم. عن ايه؟ عن كريم وعن الملف اللي معاكي. سلمى وقفت ثابتة بس ملامحها متوترة. قول اللي عندك. كريم ما ماتش في حادث طبيعي. انت بتأكد كده؟ ايوه. العربية كانت متفجرة عن بعد. متفجرة؟ ايوه. واللي نفذ العملية كان معاهم في الشركة. سكت لحظة وبصلها وقال: هو ده السبب اللي خلاني أجيلك هنا. أنا مش زي باقي الناس في الاسم، أنا كنت شغال مع كريم في السر. بتقولي كده ليه دلوقتي؟ ليه ما قلتش من الأول؟ لأن الاسم متراقب وكل مكالمة بتتسجل. لكن في حاجة لازم تعرفيها، الفلاشة اللي بتدوري عليها مش مفقودة. سلمى قربت منه بخطوة. يعني إيه؟ الفلاشة كانت معايا بس اتخبت بعد ما كريم اتقتل. كنت مستني اللحظة الصح أسلمها.
طب فين دلوقتي؟ في مكان آمن. وعايزني أعمل إيه؟ تظهري إنك لسه بتدوري عليها. كده هنقدر نعرف مين فيهم اللي هيحاول يقرب منك. سكتت وبصت له بترقب. بس ليه أنا؟ لأنك بيت مناسب ليهم. هم فاكرين إن كريم سلمك كل حاجة، يعني هيحاولوا يوصلوا ليكي، ومن هناك نقدر نعرف مين ورا الشبكة دي. سلمى سكتت وبصت له بترقب. بس ليه أنا؟ لأنك بيت مناسب ليهم. هم فاكرين إن كريم سلمك كل حاجة، يعني هيحاولوا يوصلوا ليكي، ومن هناك نقدر نعرف مين ورا الشبكة دي. سلمى قاعدة قدام الشباك بعد ما الضابط مشي، بتفكر في كل حاجة حصلت في يومين: كريم، الملف، سامي، الصحفي، دلوقتي الضابط. مين فيهم فعلا بيحميها ومين بيستغلها؟ المطر رجع تاني، صوت المية على الزجاج عامل زي نبض قلبها. قامت وكتبت على ورقة: لو مرجعتش بكرة يبقى الحقيقة عند الضابط. حطت الورقة في درج المكتب وقفلته، وبعدها مسكت الموبايل. كتبت رسالة لعادل الصحفي: عايزاك تقابلني بكرة في نفس المكان، لازم نخلص اللي بدأه كريم. الليل خلص والفجر بدأ يطلع. المدينة هادية، بس جواها حرب صغيرة محدش شايفها، وسلمى كانت في نصها. ما بقتش بس بتدور على سبب موت كريم، هي دلوقتي بتدور على الحقيقة كلها. الفجر كان بيقرب والسما لونها رمادي باهت. سلمى لبست الجاكيت السوداء وحطت الموبايل والفلاشة الصغيرة اللي استلمتها من الضابط في جيبها. عينها فيها تعب بس فيها كمان إصرار. نزلت الشارع، الدنيا كانت لسه فاضية والهوا البارد بيخبط في وشها. ركبت العربية، ومجرد ما فتحت الراديو سمعت صوت أغنية قديمة كانوا بيسمعوها زمان هي وكريم. قلبها اتقبض لكنها كملت طريقها. اللقاء كان في كافيه صغير على النيل. عادل الصحفي كان مستنيها وشكله متوتر. أول ما شافها وقف وقال: الحمد لله إنك جيتي، كنت خايف تكوني حصلك حاجة. حصل، بس لسه ما خلصتش. قعدوا على ترابيزة في الركن بعيدة عن الناس. سلمى طلعت ورقة صغيرة وقالت: دي كل الأسماء اللي ظهرت في الملف، بس دي فيها مسؤولين كبار، انتي متأكدة؟ متأكدة، وشايفة الموت قدامي كل يوم. عادل قرب منها وقال بهمس: طب ايه الخطة؟ الضابط قال لي نسيبهم يفتكروا ان الفلاشة لسه مش معانا. وهتعملي ايه؟ هروح النهاردة مقر الشركة، المكان اللي بدأ منه كل حاجة. لو عملتي كده ممكن ما ترجعيش، ولو ما عملتش كده هفضل طول عمري عايشة في خوف. سكت لحظة وقال: طيب أنا معاكي. الساعة بقت 10 بالليل. سلمى وصلت مقر الشركة. البوابة كانت مقفولة بس معاها الكارت اللي كان بتاع كريم. دخلت بهدوء، النور خافت، صوت الأجهزة شغال في الخلفية. خطواتها كانت بتتسمع في الممر الطويل، وفجأة ظهر صوت من وراها: كنت متأكدة إنك هتيجي. سلمى لفت بسرعة. كان سامي واقف، وشه فيه نظرة غريبة بين التهديد والشفقة. كنت المفروض تبعدي عن الموضوع ده يا سلمى. كنت المفروض أسيبكوا تسرقوا الناس وتغتالوا اللي يفتح بقه؟ انتي فاكرة انك هتقدري على الناس اللي ورايا؟ أنا مش لوحدي. ضحك بسخرية. الضابط؟ تفتكري هيحميكي؟ ده واحد منهم. الصدمة كانت واضحة على وشها. بتقول ايه؟ أيوة، الضابط اللي بتثقي فيه هو اللي سلم كريم، هو السبب في موته، وهو اللي جابني هنا النهاردة. رجعت خطوة لورا. كل حاجة كانت بتتلخبط في دماغها. صوت ضحك سامي بيزيد، لكن فجأة سمعوا صوت باب بيتفتح بعنف. ولا حركة يا سامي. الضابط دخل ومعاه 2 من القوة. وشه كان جامد، ملامحه متوترة. سلمى، انتي تمام؟ كنت فاكرة انك معاهم.
كان لازم أعمل كده علشان نوصل لنهايتهم. يعني كريم مات علشان نحمي الدليل اللي معاه. يعني كل ده تمثيل؟ لا، دي كانت حرب وانتي اللي كسبتيها. الضابط سلم سامي للقوة، وسلمى وقفت قدام النيل وهي شايفة العربيات ماشية بعيد. قالت بصوت هادي: خلاص يا كريم، الحق رجع. طلع الصبح وأول شعاع شمس لمس وشها. ابتسمت بعد شهور من الخوف، مش علشان خلصت القصة، لكن علشان لقت نفسها تاني. النهاية المفتوحة. بعد أسبوع كانت قاعدة في الكافيه نفسه بتكتب مقال جديد بعنوان: اللي بيخاف ما يعيش، بس اللي بيواجه بيكسب حتى لو خسر. الموبايل رن، رقم غريب بس صوت مألوف. أيوة يا سلمى، لسه الحرب ما خلصتش. عدت سنة كاملة على الليلة اللي اتقبض فيها على سامي. سلمى رجعت لحياتها الطبيعية، أو على الأقل بتحاول تقنع نفسها إنها طبيعية. بقت بتشتغل صحفية في جريدة كبيرة، وليها برنامج صوتي اسمه بين السطور، بتتكلم فيه عن قصص ناس محدش بيسمعهم. كل اللي يعرفها يقول إنها رجعت تضحك، بس اللي يعرفها كويس يعرف إن الضحكة دي فيها وجع. في يوم كانت قاعدة في الاستوديو بتسجل حلقة عن الفساد في الشركات، وهي بتقلب في الأوراق سمعت صوت المخرج بيقول لها: في مكالمة ليك يا سلمى، خط خاص. مين؟ بيقول اسمه معتز، وبيقول إنه كان صديق كريم. وقفت مكانها لحظة، الاسم وقع عليها زي حجر. وصديق كريم عايز مني إيه دلوقتي بعد سنة؟ بيقول إنه عنده شيء كريم كان سايبهوله مخصوص ليكي. خدت نفسها بالعافية، مسكت السماعة وقالت بهدوء: ألو، مساء الخير يا سلمى، أنا معتز. اتفضل. كريم قبل ما يموت كان عايزك تعرفي إن اللي حصل ما كانش النهاية. مش فاهمة. هو كان شغال على ملف تاني أخطر من الأول. ومين اللي عرفك بيا؟ هو اللي قال لي بالحرف: لو حصل لي حاجة ابعت لي لسلمى. سكتت لحظة وقالت بنبرة فيها ارتباك: طيب نقدر نتقابل؟ لا، مش دلوقتي، في ناس لسه بيراقبوكي. أنا بقيت مراقبة؟ طول عمرك كنتي مراقبة، بس المرة دي المراقبة جاية من فوق قوي. الليل نزل. سلمى قاعدة في بيتها بتبص من الشباك على الشارع الفاضي. المطر بيرجع تاني بعد سنة بالظبط من نفس اليوم اللي اتقتل فيه كريم. كأن السما فاكرة كل حاجة. فتحت اللابتوب، دخلت على الإيميل القديم بتاع كريم. رسالة غير مقروءة ظهرت قدامها بعنوان: لو بتقري دي يا سلمى يبقى اللعبة لسه ما خلصتش. ايدها بدأت ترتجف. فتحت الرسالة، كان فيها سطر واحد: ابحثي عن الكود Project M. Scene to recap. الفصل الثاني، اللعبة الجديدة. تاني يوم راحت سلمى الجريدة بدري، قعدت على مكتبها وبدأت تدور على كلمة Project M على النت. مفيش نتيجة واضحة، بس في مقال قديم ظهر، كان مكتوب فيه عن تجربة سرية لتجميع بيانات الناس عن طريق تطبيقات الموبايل. اسم الشركة اللي ورا المشروع: ميدال تك. المقال مكتوب من 3 سنين، وموقع الصحفي اللي كاتبه محذوف. اتكلمت مع زميلها عادل اللي كان معاها في الجزء الأول. يا عادل، سمعت قبل كده عن شركة اسمها ميدال تك؟ دي اللي كانت داخلة في صفقة مع وزارة الاتصالات. صفقة ايه؟ قالوا وقتها مشروع تحديث بيانات، بس بعدين اختفوا فجأة. طب كريم ليه كان مهتم بيهم؟ يمكن كان بيكشف حاجة. لازم أعرف الحقيقة. الليل رجع والمطر شغال كأنه مش ناوي يقف. سلمى قاعدة قدام اللابتوب، وبين كل صوت مطرة والتاني في طرق على الباب. قامت تفتح، مفيش حد، لكن على الأرض كان في ظرف أبيض صغير، جواه فلاشة وعليها مكتوب بخط واضح: من معتز. سلمى قعدت على مكتبها، النور خافت والدنيا ساكتة غير صوت المطر. حطت الفلاشة في اللابتوب، وبمجرد ما فتحتها
ظهرت فولدرات كتير بأسماء رمزية: M-Code، Test Records، People. كل فولدر جواه ملفات بصيغة غريبة، لكن كان في ملف واحد اسمه واضح جدا: Don't Trust Them .mp4. ضغطت عليه، الفيديو اشتغل وصوت كريم طلع من السماعات. لو الفيديو ده وصلك يا سلمى يبقى أنا خلاص مش موجود. بس مش مهم، المهم إنك تعرفي الحقيقة. اللي كنا فاكرينه فساد مالي طلع أكبر من كده. الشركة دي مش كانت بتجمع بيانات، دي كانت بتجرب تكنولوجيا جديدة بتتحكم في قرارات الناس من خلال الموبايل. سلمى شهقت بخوف: إيه ده؟ كريم كمل في الفيديو: في أشخاص جوه الوزارة وفي الإعلام بيستخدموا النظام ده عشان يوجهوا تفكير الناس من غير ما يحسوا. لو وصلتي للفيديو ده دوري على الراجل اللي اسمه فؤاد حنفي. هو كان شغال معاهم لكنه هرب بعد ما اكتشف اللي بيحصل. هو الوحيد اللي ممكن يشرح لك ازاي النظام ده شغال. الفيديو انتهى فجأة وسلمى قعدت مدهوشة بتتنفس بصعوبة. قامت بسرعة، لبست الجاكيت ونزلت في نص الليل. الدنيا كانت بتمطر جامد بس عقلها مشغول بحاجة واحدة: مين فؤاد حنفي؟ راحت الجريدة، دخلت على قاعدة بيانات قديمة، كتبت الاسم وطلع لها عنوان في الجيزة. مشيت بالعربية وسط الشوارع الفاضية لحد ما وصلت بيت قديم في حارة هادية. خبطت على الباب، مفيش رد، لكن وهي ماشية سمعت صوت وراها: انتي بتدوري على فؤاد؟ لفت، لقت راجل كبير في السن لابس بلطو رمادي ماسك شنطة أوراق. أيوة، حضرتك فؤاد؟ قوليلي مين اللي قالك عليا؟ كريم. سكت الراجل، عينه وسعت. كريم؟ يبقى فعلا بدأوا المرحلة التانية. مرحلة ايه؟ مشروع ما بقاش مجرد مراقبة، دلوقتي بقى تحكم مباشر في السلوك. يعني ايه؟ يعني ممكن يخلوكي تضحكي أو تعيطي أو تشتري حاجة أو حتى تهاجمي شخص من غير ما تعرفي إن القرار مش بتاعك. سلمى اتجمدت مكانها. وعايزني أعمل إيه؟ في نسخة من النظام الأصلي لازم تتسجل في تقرير صحفي وتتنشر، بس خلي بالك اللي هيقرب من الملف ده مش بيعيش كتير. قبل ما ترد عليه نور الشارع قطع فجأة وصوت طلقة دوى في المكان. الراجل وقع على الأرض قدامها. فؤاد! جريت عليه بس كان خلاص، والشنطة اللي كانت في إيده اختفت. بصت حواليها، مفيش حد، بس في آخر الشارع كان في عربية سودة بتمشي ببطء. رجعت بيتها وهي مرعوبة، قعدت تبص في المراية وتقول لنفسها: أنا دخلت في إيه تاني؟ كريم، أنت سبتلي نار مش هتعرف تطفيها. في اللحظة دي رن الموبايل، الرقم مجهول. ألو؟ أنتي ما تتعلميش يا سلمى، كل مرة لازم تتدخلي في اللي ما يخصكيش. أنت مين؟ مش مهم أنا مين، المهم إنك لو ما بعتيش هتبقي زي فؤاد. النغمة اتقفلت وسلمى بصت في الموبايل وهي بتقول: لأ، المرة دي مش هبعد، المرة دي أنا اللي ههاجم. من بعد المكالمة الغامضة دي سلمى ما قدرتش تنام. فضلت طول الليل قاعدة في النور، ايدها على الموبايل وعقلها بيغلي بالأفكار. كل اللي حواليها بقى مشكوك فيه، حتى الجريدة اللي شغالة فيها بقت حاسة إنها بتخفي حاجة. الصبح لبست لبسها المعتاد، لكن المرة دي قررت تروح شغلها مش كصحفية بل كمحققة. دخلت الجريدة بخطوات هادية، عينها بتلف على الناس تفتكر كل وش شافته قبل كده، مين فيهم ممكن يكون بيبلغ عنها. قعدت على مكتبها وبدأت تكتب مقال جديد بعنوان التحكم في العقول، مشروع القرن الجديد. بس المقال مش كان مقصود للنشر، ده كان مجرد طعم. كانت عايزة تشوف مين هيبلغ عنه. بعد ساعتين جالها اتصال من رئيس التحرير: سلمى، تعالي مكتبي لو سمحتي. حالا يا فندم. دخلت، لقيت الراجل قاعد مبتسم ابتسامة باردة. المقال اللي كتبتيه ده مصدره ايه؟ بحث خاص بيا.
بحث عن إيه بالظبط؟ عن مشروع اسمه ساعتها وشه اتغير. أنا بنصحك يا سلمى ما تدخليش في الحاجات دي. ليه؟ خايفين عليا ولا خايفين مني؟ وقف وقال بهدوء: دي آخر مرة تتكلمي عن الموضوع ده، إلا هتندمي جدا. سلمى قامت وبصت له في عينه وقالت: أنا ندمت فعلا يوم ما سكت أول مرة. خرجت من المكتب وقلبها بيدق بسرعة. كانت عارفة إنهم بدأوا يضيقوا عليها الخناق. بالليل راحت تقابل عادل الصحفي اللي دايما معاها. قعدوا في عربية قديمة في جراج مهجور بعيد عن العيون. عادل: لازم أعرف الناس الحقيقة. بس إزاي؟ أنا هخترق النظام بتاعهم. أنتي بتتكلمي جد؟ ده مش لعب، ده أمن دولة. كريم بدأ اللعبة وأنا هخلصها. عادل سكت لحظة وقال: طيب هنحتاج حد يعرف في البرمجة. أنا عارفة مين. تاني يوم راحت سلمى تشوف واحد كان شغال زمان مع كريم اسمه رامي، مهووس بالهاكرز وبيشتغل دلوقتي في شركة أمن سيبراني. قابلته في كافيه صغير على النيل. رامي: فاكر كريم؟ طبعا، ده علمني كل حاجة. كريم كان بيحقق في مشروع اسمه أنا سمعت عنه بس محدش قدر يوصله. أنا معايا خيط وعايزة أخترق النظام بتاعهم. انتي عارفة إن ده ممكن يودينا السجن؟ أنا خلاص فقدت الخوف. رجعوا الشقة القديمة اللي كانت بتقعد فيها سلمى وحولوها لغرفة عمليات مؤقتة. شاشات كتير، كابلات، لابتوبس، ورامي قاعد بيكتب بسرعة على الكيبورد. في فايروال قوي جدا بس أقدر أعديه. بسرعة يا رامي، الوقت مش في صالحنا. وفجأة الشاشة اتقفلت ورسالة ظهرت قدامهم: تم رصد محاولة دخول غير مصرح بها، موقعك تحت المراقبة. رامي بصلها وقال بخوف: هم عارفونا، اقفلي كل حاجة. لكن قبل ما يلحق النور قطع وصوت خطوات جاي من السلالم. سلمى، خدي الهارد وهربي. جريت على الباب، الهارد في شنطتها، وسمعت صوت تكسير وناس بتخبط على الباب بعنف. نزلت على السلالم بسرعة وقلبها بيدق وعرقها نازل رغم البرد. خرجت للشوارع المظلمة وراحت تجري وسط المطر والناس. ركبت تاكسي أول ما شافته وقالت للسواق: امشي امشي بسرعة من غير ما تسألني رايحة فين. وهي في التاكسي طلعت الموبايل تبص على الرسايل، لقت إشعار غريب: تم تحديث نظامك بنجاح. قالت بهمس لنفسها: التحديث ده أنا ما عملتوش. بصت في المراية الأمامية وشافت السواق بيبصلها من المراية بابتسامة غريبة. هو احنا رايحين فين؟ لسه هتعرفي يا سلمى. سلمى قاعدة في الكرسي الخلفي للتاكسي، المطر مغرق الإزاز وصوت السواق لسه بيردد الكلمة اللي جمدت الدم في عروقها: لسه هتعرفي يا سلمى. قلبها دق بسرعة، مدت إيدها للشنطة، لكن قبل ما تفتحها الشارع كله غمق. نور التاكسي اتقطع وصوت المطر اختفى كأنه اتسحب من الدنيا. في ايه؟ فين احنا؟ مفيش رد. بصت لقدام، السواق اختفى، كرسي فاضي بس العربية لسه ماشية لوحدها. صرخت بأعلى صوتها: وقف وقف العربية. لكن العربية وقفت لوحدها قدام مبنى زجاجي كبير مكتوب عليه بحروف لمعة: تاكس سيستمز. سلمى بصت وهي مش مصدقة. ايه الشركة نفسها أنا قدامها دلوقتي؟ نزلت من العربية، الدنيا هادية، ولا في صوت ولا حتى نفس بشر.
الهوا بارد بشكل مش طبيعي. دخلت من الباب، الأنوار اشتغلت لوحدها، والشاشات الكبيرة على الجدران بدأت تشتغل. صوت آلي طلع من السماعات: أهلاً بيكي يا سلمى، كنتي متوقعة توصلي هنا، لكن السؤال هو: انتي جاية تكتشفي الحقيقة ولا تبقي جزء منها؟ ايه الكلام ده؟ انتوا مين؟ احنا اللي كنتي بتدوري علينا، احنا النظام اللي صنعه كريم، احنا مشروع ايه؟ كريم هو اللي بدأ النظام؟ الصوت رد بهدوء: كريم كان مؤمن إن التكنولوجيا ممكن تحمي الناس، لكن غيره استخدمها للسيطرة، وانتي خلتينا نكمل اللي بدأه. أنا كل خطوة عملتيها، كل كلمة كتبتيها كانت جزء من التجربة، وإحنا اخترناكي تبقي العقل البشري الأول اللي النظام هيتعلم منه. أنا مش هسمح لكم. اللعبة خلصت يا سلمى، دلوقتي انتي مش مجرد إنسانة، انتي جزء من النور ضرب في وشها جامد وكل حاجة سودت. الصبح فتحت سلمى عينيها على سرير أبيض في أوضة شبه المستشفى، قدامها شاشة صغيرة عليها جملة واحدة: تم الدمج بنجاح. رفعت إيدها ولقت في معصمها شريحة معدنية صغيرة منورة. دخلت ممرضة مبتسمة وقالت: صباح الخير يا سلمى. أنا فين؟ أنتي في المقر الجديد. مقر إيه؟ مقر أمتك. مبروك يا سلمى، بقيتي جزء من النظام. مرت شهور والعالم كله بدأ يتكلم عن تطبيق جديد بيغير حياة الناس للأحسن، اسمه مايند لينك. الناس مبسوطة بيه جدا، بس محدش يعرف مين العقل اللي وراه. وفي مقر امتك، في أوضة صغيرة جوه السيرفر، كان في شاشة بتعرض صورة سلمى وابتسامتها الهادية، وصوت خافت بيقول من السماعة: اللعبة خلصت، أو يمكن لسه بتبدأ.